تصرف مفاجئ من عبد الله السعيد مع لاعبي الزمالك قبل لقاء الأهلي. قام عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصرف مفاجئ مع زملائه في معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة 132 أمام الأهلي، والتي تقام اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات دورة حسم لقب الدوري المصري. وكشفت تقارير إعلامية اليوم عن كواليس معسكر الزمالك قبل لقاء القمة أمام الأهلي وسط الأزمات التي تحيط بالنادي وآخرها إيقاف القيد. وأكدت تلك التقارير أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي أغلق على الفريق وأبعده عن كل هذه الأزمات في ظل رغبته الفوز بالمباراة والاقتراب خطوة من لقب الدوري المصري. وأشارت تلك التقارير أيضا إلى دور الرباعي الكبار عبد الله السعيد وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش والغائب للإصابة عمر جابر، والذي يتواجد في المعسكر من أجل الحديث مع اللاعبين قبل القمة. وأوضحت التقارير قائلة: زملاء عبد الله السعيد بيهزروا ويقولوا إنه مش سايبنا، رايحين جايين بناكل بنشرب، يقول لنا إحنا ما عملناش حاجة، إحنا ما خدناش الدوري، مباراة الأهلي هي مباراة الدوري.